يا جماعة الخير، طبعا يا جماعة الخير حط لايك، ادعمنا خاصة إذا كنت مدريدي، لأنه وضع المدريدي تعباني، خرج عن منافسة الدوري الإسباني، فلهيك نطلب منك تحط لايك وتدعمنا لأن المعنويات صفر. طبعا يا جماعة الخير تحليل مباراة ريال مدريد وختافي. ريال مدريد لعب بتشكيلة 4-2-3-1. في حراسة المرمى تيبو كورتوا، في خط الدفاع ب السنتر في المركز لعب دافيد ألابا وأنطونيو روديجر. على الأطراف لعب عندنا كاريراس وترينت ألكسندر أرنولد. في الوسط تشاوميني وعندنا تياغو وهو لاعب من كاستيا، لاعب جيد قدم مباراة لا بأس بها. طبعا في خط الهجوم عندنا فينيسيوس جونيور، فيدريكو فالفيردي، أردا غولير. وفي خط الهجوم فينا نقول في قلب هجوم صريح غونزالو كاريراس. طبعا يا جماعة الخير حاليا حبيت أحكي عن تقييمي لجميع اللاعبين. تيبو كورتو يا جماعة الخير قدم أداء جيد نوعا ما، الهدف لا يلام عليه، كرة خرافي وهدف خرافي لختافي لا يلام عليه. طبعا يا جماعة الخير بخصوص الدفاع الفارو راح احط له كاريراس، راح احط له تقريبا حوالي تقييمه 6، لم يشارك بالادوار الهجوميه. دافيد ألابا راح احط له 5، هو وانطونيو روديجر نفس هي اخطاء دفاعيه كارثيه. تريند الكسندر ارنولد 4، لم يشارك بالعمليه الهجوميه. طبعا نحن يا جماعه الخير حابين نشوف كاريراس والكسندر ارنولد يشاركوا بالادوار الهجوميه، لكن لا شفنا لا الكسندر ارنولد ولا كاريراس. طبعا تشاوميني بشكل عام راح احط له 6، نوعا ما بيحاول يشارك بالادوار الدفاعيه ولكن بعيد عن مستواه. تياغو بيتاريتش راح احط له 7 بما انه جديد، اعلى تقييم راح ياخذ معنا. أردا غولير سيء جدا يا جماعة الخير، أردا غولير أنا بالنسبة لي من أسوأ اللاعبين. طبعا يا جماعة الخير ما عم يشارك بالأدوار الهجومية. ليش الريال مدريد ما خطير، ما قوي؟ بسبب أردا غولير ما عم يعطي اللمسة السحرية اللي نبغاها من أردا غولير، لهيك بفضل مستقبلا يلعب بيلينغهام بدل أردا غولير. فينيسيوس جونيور سيء أبو مراوح، تقييمه راح حط 5. أردا غولير كمان 5 لأنه فينيسيوس ضيع كتير كرات، ما عمل ولا عرضية صح تقريبا، مع كرات عشوائية، خسر الكرة كثيرا. فيدريكو فالفيردي بسبب سوء أردا غولير وسوء اللعب ما شفنا فالفيردي، لهيك كمان تقييمه بيكون 5. غونزالو غارسيا لاعب شاب حاول ينزل على خط الوسط يشارك بالهاي، فرح احط له 6 يا جماعة الخير. بشكل عام يا جماعة الخير الريال سيء جدا بسبب بيريز، للأسف ما عمل تعاقدات، إقالة ألونسو وهي المشاكل. ولكن يا جماعة الخير ريال مدريد يبقى ريال مدريد. حاليا هذا الموسم احتمال يروح للموسم الصفر. اكتبوا لنا تعليقاتكم يا جماعة الخير حول سبب المشاكل في ريال مدريد. هل الإدارة، هل الطاقم الطبي يتحمل المسؤولية، هل المدرب، هل اللاعبين تتحمل المسؤولية؟ طبعا أنا أشوف أنه الكل يتحمل المسؤولية، وفي المركز الأول الإدارة بنسبة 50%. بعدين أشوف يا جماعة الخير الكادر الطبي بحوالي 20% و30 يعني، وحتى 50% راح أعطيها للاعبي. أداء سيء صراحة من الجميع. ريال مدريد هذا الموسم لا يلعب فقط بلاعبين تيبو كورتوا ومبابي. للأسف مبابي رح يغيب نحو شهر، ناطرين عودة بيلينغهام إن شاء الله. رودريغو يحاول يرجع، حاول هذا الموسم نحلل الأمور ونظبطها نوعا ما. ولكن بشكل عام يا مدريد يستاهل، مدريد دائما وأبدا هذا الشعار يبقى في الصميم وفي القلب. إن شاء الله الموسم القادم أفضل، خلونا ننهي هذا الموسم بشكل أفضل قدر المستطاع. ثقتنا بهذا الشعار وبمبابي وكورتوا إن شاء الله يشيلوا هذا الموسم. إن شاء الله عودة بيلينغهام، عودة رودريغو تعمل شوية روح إيجابية وتفاؤل. طبعا يا جماعة الخير لا تنسوا اللايك يا جماعة الخير، هذا كتير يساعدنا بالتقدم. نتمنى لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتعليق جميل. هلا مدريد دائما وأبدا، وكل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والثبات والأمان يا رب. إلى اللقاء حبايبي.